في البيزنس لو بتخسر ولقيت نفسك ماشي في اتجاه غلط، لازم تعترف بالفشل بسرعة وتتحرك لتصحيح مسارك. ده بنسميه فيل فاست، وده مش مجرد شعار على فكرة، دي استراتيجية الوقوع السريع. المشكلة بتبدأ لما تفضل مكمل على أمل إن الأمور تتحسن، مع إنه واضح إنه صعب ورجليك بتغوص لتحت، وده اللي بنسميه فيل سلو. وده بيخليك تضيع وقت كتير جدا ومجهود كبير جدا وفلوس أكتر. عارف مثلا شركة بلاك باستر؟ دول كانوا ملوك تأجير الأفلام لما السوق بدأ يتحول للديجيتال، وفضلوا متمسكين بالنموذج التقليدي بتاعهم. النتيجة ايه؟ انتهوا تماما. في المقابل جت شركة زي نتفليكس، كانوا مستعدين للتغيير السريع وتعديل الأخطاء بتاع غيرهم، استغلوا الفشل المبكر وعدلوا وعملوا اتجاه قوي جدا لحد دلوقتي هم ملوك السوق. وطبعا عندنا كمان شركة كريم، في بدايتها كانت متخصصة بس في نقل الركاب، أو بيسموه النقل الجماعي يعني، رغم وجود منافسين كتير وأقوى منها زي أوبر مثلا. بس لما شافت إن السوق محتاج أكتر من مجرد توصيل لركاب، طوروا خدماتهم عشان تبقى فيها تجارة كمان، وده خلاهم يثبتوا مكانتهم ويكبروا في اقتصادياتهم. يعني باختصار، في عالم البيزنس الفشل عمره ما كان نهاية، لكنه علامة على إنك محتاج تعدل طريقك من هنا لهنا بسرعة. اعترف بالخطأ اللي انت وقعت فيه عادي جدا، اتعلم منه واتحرك قبل ما تغرق. السر عشان تنجح انك ما تقفش عند الفشل، ولكن تتخطاه بسرعة. بس كده.